هل لو واحد اسلم وبعد كده ساب الاسلام، او مولود مسلم وساب الاسلام، هل في حاجه اسمها حد الرده فاحنا نقدر نقتله؟ الكلام ده انا سمعته من شيوخ كتيره قوي وقريته في حتت كتيره قوي، واكتشفت ان هو كله هجص في هجص في هجص في هجص. طيب انا هقول لك الهجصايه دي جت منين، بس الاول اقول لك الحقيقه ايه بالنسبه للي بيسيب الدين، وهجيبها لك منين؟ من القران، عشان بس ما يبقاش فيه ايه قيل وقال. طيب اول حاجه من سوره البقره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ربنا بيقول لك إن هم هيبقوا خالدين في النار. ادالك أي حاجة تعملها، تقتلهم، تغزهم، تعمل لهم أي حاجة؟ لا يا باشا. طب تعال نخش على السورة اللي بعديها، آل عمران. تعال نشوف ربنا قال إيه للناس دي برضو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في الآية 72: أعوذ بالله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كان اليهود بيقولوا لبعض إيه؟ بص يا باشا، من الصبح قول أنا هبقى مسلم الصبح، وبالليل قول لا 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 مش عاجبني. ليه؟ عشان الناس تمشي. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام طبق عليهم حد الردة وقتلهم؟ لا. طب انت عاوز تطبقه ازاي؟ يعني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما طبقوش. طيب في نفس السوره في ال عمران في الايه 90، تعال نقرا ربنا بيقول لك ايه: ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. يعني ايه؟ يعني كفروا وبعد كده ايه؟ ازدادوا كفرا. يعني انت ما عملت لهمش حاجه، مش المفروض اما كفروا هتقتلهم؟ طب ازدادوا كفرا ازاي؟ طيب صباح الفل. تعال نخش على السوره اللي بعديها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة النساء برضو ربنا اتكلم عن الموضوع ده، بس عشان ما أعديهاش. في الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في الآية 137: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. يعني إيه ده؟ دول آمنوا وبعد كده كفروا وبعد كده آمنوا وبعد كده كفروا؟ إيه ده؟ ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني صباح الفل، يعني انت اهو ده آمن وكفر وآمن وكفر عادي جدا، ما اتقتلش ليه في النص؟ ليه ما تطبقش عليه الحد اللي انا ما اعرفوش ومش مكتوب في القرآن ده؟ يعني انا بجد مش عارف. طيب تعالى نجيب من سورة المائدة الآية 53: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما قالش الحد يقتل حد يا جماعة، ما فيش قتل. طيب هل في آيات تانية؟ في آيات كتيرة تانية. طيب أقول لك على واحدة واضحة أكتر منهم كمان، في سورة الغاشية في آخرها: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني الرسول مش مسيطر، بس انت مقتنع ان انت في الزمن اللي احنا فيه ده مسيطر. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر انا الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. ممكن اجيب لك ايات كتيره قوي بتتكلم عن الناس بتكفر وبعد كده بترجع للايمان او بتكمل كفر، ربنا ما قالش تقتلهم في اي حته في القران. طيب امال هم جابوا حد الرده ده منين؟ تعالى بقى انا اقول لك في حديث وموجود في البخاري كمان. اوكي، الحديث ده بيقول ايه؟ من غير من بدل دينه فاقتلوه. طب ما هو حديث اهو. طيب تعالى بقى نشوف مين اللي مخرج الحديث. ده ابن عباس اللي مخرج الحديث. انت ازاي بتقول كده؟ ايوه ايوه ايوه، ابن عباس سمع حديث من الرسول فقالوا لمين؟ قالوا لواحد اسمه عكرمه. طب ما قالوش للناس ليه؟ حد يقول لي. يعني هو مش هو سمعه من الرسول ومتاكد منه، ما قالوش للناس ليه؟ ليه قالوا لواحد شخص واحد فقط؟ اوكي اسمه عكرمه. طيب وعكرمه ده بقى خدوا قالوا للناس؟ لا يا باشا ما قالوش للناس برضو، قالوا لشخص واحد. والشخص الواحد ده قالوا الاثنين. هو في ايه يا جماعه؟ هم بيخبوا؟ يعني هو المفروض بينشروا الدين فبيخبوه؟ ده مش عقل، ده بالنسبه لي حتى مش عقل. مش عشان هو في صحيح البخاري، صحيح البخاري معناه ان هو مجمعه واتقال وجاب لك السند بتاعه ماشي لغايه فين، بس ما بيقولكش انه صح. ده كعلم حديث مش قوي، ده حديث ما تقدرش تاخد بيه تعمل بيه ايه؟ مذهب كامل. مذهب كامل اللي هو ايه؟ الوهابيه. السعوديه كان بيقتل اي حد مش معاه. جايب الكلام ده منين؟ من الحديث ده.
طيب هل دول كفار؟ طبعا كافر. واحد بيقتل باسم الدين والدين ما قالوش انه يقتل حد، ده اسمه كافر. فالدين الاسلامي ما بيدعكش ايا كان اي مره. طيب هتقول لي لا بس ابو بكر الصديق قتل، عمل حروب الرده. اقول لك ان انت حمار، واقول لك ان الشيخ اللي قال لك كده هو كمان حمار. عارف ليه؟ لان بكل بساطه اساسا اتكتب عن حروب الرده في سنه، اول مره في سنه 280 هجريا. يعني بعد ما الائمه الاربعه كلهم خلصوا مذاهبهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن حد الرده يا باشا. الائمه الاربعه ما كانوش موجودين وقت ما الحديث ده اساسا اتجمع. حضرتك يعني في 4 مذاهب موجودين دلوقتي ما يعرفوش حاجه عن حد الرده. لو لقيت فيهم حاجه عن حد الرده ان هو يقتل يبقى تعالى كلمني. طيب هم جابوا الكلام ده منين؟ انا بقولها لك. ابو بكر الصديق بقى هل قتل المرتدين؟ تعالى اقول لك بقى ان اول كتاب بيتكلم على ابو بكر الصديق عمل ايه كان سنه 280، والكلام اللي فيه كمان مش موثق. يعني الكتاب نفسه بيقول لك انا مش متاكد من الكلام ده. طب ابو بكر الصديق حارب مين؟ حارب مسيلمه الكذاب. مين مسيلمه الكذاب ده؟ واحد قال نزل عليه وحي وايه هيبعت رسائل زي رسائل بولس كده اللي طلعت مضروبه، وفي كتب بتقول لك ان اكتر من 40 واحد كاتبينها مع بعض في صباح الفل. لا احنا عندنا المسيلمه الكذاب قتل ليه؟ لان ده بيحارب الدين الاسلامي. طيب هل في حد واحد حتى اتقتل وهو عشان ما دفعش الزكاه؟ لان هو اللي اتقال ان هو ايه اللي ما كانش بيدفع الزكاه بيقتله. طب مبدئيا الكتب بتقول لك واضحه وصريحه مفيش غير واحد، وهو ابو بكر الصديق ما اداش الامر ده. امال مين اللي عمل كده؟ خالد بن الوليد. ده اللي الكتاب بيقوله. طب هل الكتاب ده اصلا مصداقيه؟ لا يا باشا، ده مكتوب 280 هجريا ومش ما تقدرش تاخد منه معلومه موثوق فيها. طيب هل الحروب الرده اتعملت؟ يا باشا مش حروب رده، هي اتسمت كده، هي حروب ضد ناس 3 كانوا بيقولوا انا نزل عليا وحي وهالف قران، فحضرتك راح يحاربهم. لكن المدن اللي ما رضيتش تدفع الزكاه لابو بكر الصديق قال لهم تمام مفيش مشاكل لو ما بيدفعش الزكاه بس، لكن هو بيقول ان انا رسول وان انا كذا وان انا كذا، لا ما فيها. ده كان مشكله بالنسبه للاسلام في الاول. طبيعي جدا ان انت هتقول ان انت رسول ونازل عليك وحي، ونازل عليك وحي زي الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، هتبوظ الدين. حصلت قبل كده؟ حصلت من قبلها ب 300 600 سنه. اما بولس قال لهم انا نزل عليا وحي وادى لهم رسائل بولس، واكتشفنا ان هي ضرب. ودلوقتي في كتاب سنه 2024 خطير بيتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، ممكن ابقى برضه هسيبه لكم في الوصف عشان تتاكدوا ان رسائل بولس كانت مضروبه. فالطبيعي ان ابو بكر الصديق عمل الصح. عمل ايه؟ ان هو حارب الناس اللي بتقول ان هم بينزل عليهم وحي، ان في دين تاني عشان يحافظ على الدين، لكن ما حاربش ناس سابت الدين وخلاص. لا يا باشا، اللي عاوز يسيب الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومفيش دين بالعافيه. ربنا قال للرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ما قالوش بقى مسيطرا وقاتلا وبالعافية. مفيش الكلام ده، لا إكراه في الدين، ده كله قرآن يا باشا. بس ايه الشيخ هيسيبه ويقول لك اللي يسيب الدين نقتله ليه؟ عشان ياخد فوقية، عشان ياخد أحقية مش عنده. لو انت بتتبع الشيخ ومش بتتبع القرآن فانت يا باشا كده انت كفرت. فخلي بالك يا باشا، ركز معايا. ربنا بيقول الناس اللي سابت الدين ما تقتلهمش، ما تعمل لهمش حاجه، ما تطلعش جوه دينك حاجه قتل وهي مش موجوده اصلا. ليه؟ عشان هم بيمسكوها عليك، يجي يقولوا لك ايه، ما انت عندك في الدين اللي بيسيب الدين بيقتلوه. يا باشا ما هو طبيعي اصلا لو حاجه زي كده هيبقى الدين مش عقلاني. لو انت دخلت الاسلام وبعد كده ما عجبكش فعاوز تمشي فنقتلك، ده يا ابني ايه الهبل ده؟ وبيطلع بسبب الكلام ده حاجات زي للشعراوي اللي قال لك ايه، يستتاب 3 ايام ثم يقتل. على مين؟ على واحد تارك الصلاه. يا باشا الكلام ده كله كفر، اللي بيقوله كفر. يعني ايه؟ هتلاقيه رايح الاخره بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهيتسال من هو ربك يقول الله، ما هو دينك الاسلام، من هو رسولك محمد عليه الصلاه والسلام، وهيبقى كافر داخل النار. شوف هو بيعمل كل ده ليه؟ لانه بيدعي للقتل، وده مش موجود في الاسلام. ركز معايا عشان شيوخ كتيره قوي ما تعرفش الكلام ده، شيوخ كتيره قوي سميعه، وانت سميع للشيوخ. فصباح الفل، اعرف دينك. ما عندكش قتل في الاسلام، ما عندكش قتل غير في حرب او حد بيتهجم عليك، او حرب دفاعيه، او بتدافع عن ناس مستضعفه. ما عندكش حاجه تانية. او طبعا اللي بيحاربك في الدين. طيب واحد ما بيحاربكش في الدين ما تقدرش تعمل له اي حاجه يا باشا.
ربنا بيقول لك ان هو ما بيؤاخذكش ان انت تبروهم وتقسطوا اليهم. فده قرآن، ده الدين الاسلامي. لو مش عاجبك سيبه يا باشا وروح اقتل بقى براحتك، بس ما تلبسناش كده في الدين ان يجي واحد مسيحي يجي يقول لي يعني انا لو حبيت اخش اجرب وبعد كده حبيت امشي هتقتلوني. ما ده الكلام اللي بيوصل لهم، وده الكلام اللي بيتقال لهم بسبب مين؟ بسبب جهله اسمهم شيوخ في الجوامع بيدعوا للقتل عيني عينك. وعشان محمد بن عبد الوهاب عمل داينستي اسمها السعوديه بايه؟ بالقتل. وهو عمل ايه؟ هو فتى في الدين، هو قال القتل حلال، فصباح الفل هو يحاسب، واللي مشي وراه كفر زيه عادي جدا. عشان بس تبقى فاهم ربنا قال ايه. ربنا قال ايه؟ سلة من الاولين وايه وقليلا من الاخرين. ما عشان كده، عشان احنا بنحلل الحرام ونحرم الحلال. مين ده اللي هيحلل لك ان انت تاخد روح واحد؟ مين ده في كتاب ايه في دين ايه بيقول لك تاخد روح واحد؟ هو انت فاكر نفسك وقت قسطنطين ده اللي هو نشر المسيحيه، على فكره نشرها بالسيف. تحب تشوف كتبه؟ كان الكتب اللي عليه كان بيقول ايه للناس تعمل ايه؟ للجيش بتاعه قبل ما يخش مدينه يغتصب الستات قدام الرجاله وبعد كده يقتل الرجاله. حاجه يعني مش طبيعيه. وجايب الكلام ده منين؟ من العهد القديم. ما هو يعني هو جايبه من عنده. ما هو قال لك ده العهد القديم فاحنا هنمشي بيه. فيا باشا الاسلام ما فيهوش قتل، ما فيهوش الكلام ده غير في حرب، غير بسبب واضح وصريح. لكن من غير عدل مفيش قتل في الاسلام.